السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد ان شاء الله مع الشيف ابراهيم حسن. زي ما انتم متعودين مننا اللي احنا بنعمل لكم شرقي وبنعمل لكم غرب وبنعمل لكم حلويات. زي ما انتم شايفين النهارده هنعمل لكم عجينة السينابون بطريقة سهلة وبسيطة جدا وغير مكلفة. زي ما انتم شايفين هو ده الشكل اللي هيطلع معانا في الاخر. عايزين تعرفوا احنا عملنا الشكل ده ازاي او عملنا العجينة دي ازاي؟ يا ريت تتابعونا في الفيديو. يلا بينا نخش الفيديو. وهي دي المكونات بتاعتنا يا جماعه اللي احنا قلنا لكم عليها. زي ما انتم شفتوا عجينه السينابون كانت عامله ازاي. دلوقتي هنقول لكم المقادير بتاعتنا والمكونات بتاعتنا، وهنبدا دلوقتي نشتغل معاكم ونقول لكم عجينه السينابون هتتعمل ازاي. زي ما انتم شايفين عندنا بوله فاضيه، عندنا 3 كوبايات دقيق، عندنا نص معلقه بيكنج باودر، عندنا نص معلقه ملح صغيره، معلقه خميره كبيره، معلقه سكر كبيره، نص كوبايه زيت، كوبايه لبن دافيه. هنبدا نشتغل ازاي دلوقتي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها هنحط السكر بتاعنا اهو. تاني حاجه هنحط الخميره. بعد كده هنحط اللبن بتاعنا هنا اهو بسم الله، ونبدأ ندوب السكر بتاعنا والخميرة مع اللبن بتاعنا، وهنغطيها لمدة 5 دقايق فقط لا غير عشان السكر يدوب والخميرة بتاعتنا تتفاعل مع اللبن اهو. نجيب بقى الدقيق بتاعنا كده، الملح والبيكنج باودر اهو كده. احنا حطينا الخميرة والسكر واللبن. عجينة سهلة وبسيطة جدا، وفي نفس الوقت تنفع نقدمها للضيوف لو ضيف جنة، وكمان نفطر بيها عادي. مكوناتها بسيطة جدا. عجينة السينابون اهو كده. السكر بتاعنا داب. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنغطيها لمدة 5 دقايق بنايلون شفاف او بستريتش كده. احنا حطينا اللبن بتاعنا مع السكر مع الخميره. فاضل حاجه واحده، هنبدا نحط نص معلقه الملح الصغيره، نص معلقه ملح صغيره يا جماعه، نص معلقه بيكنج باودر اهو. النهارده احنا مش هنعمل لكم العجينه وبس، احنا هنعمل لكم العجينه مع الصوص بتاعها. صوص جميل جدا برضه هنقول لكم على المكونات بتاعته وازاي تعملوه بطريقه سهله وبسيطه في البيوت. طبعا عجينه السينابون ده يا جماعه بتتباع، او العجينه دي بتتباع في المحلات عباره عن رولزات بتشتريها للفطار زي الكروسو والباتيه والدنش. يعني كل المحلات بتعملها، وفي محلات ليها مخصوص العجينه دي. فاحنا النهارده حبينا نعمل لكم العجينه دي برضو عشان المدارس والاطفال اللي بيروحوا المدارس اهو كده. احنا قلبنا الملح مع البيكنج باودر مع الدقيق اهو خلاص كده. كده فاضل عندنا اللبن مع الخميره مع السكر كده. هم تفاعلوا اهو، سيبناهم لمده 5 دقايق. هنبدا ننزل بالعجينه بتاعتنا بالدقيق بتاعنا واحده واحده كده. غسلنا ايدينا اهو. هنضيف الزيت بتاعنا وهنقلبه بالمضرب مع السكر واللبن والخميره اهو. فاضل عندنا الدقيق، هننزل بيه واحده واحده اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. نزلنا الدقيق يا جماعه ونبدا نعجن بايدينا بسم الله اهو. عجينه ما بتكونش لا متماسكه قوي ولا طريه قوي اهو. هنعجن ونرجع لكم تاني اهو يا جماعه كده. احنا بنعجن
كده بنجيب الحروف بتاعتنا اهي كده. شايفين يا جماعه العجينه اهو. كده العجينه بتاعتنا يا جماعه اصبحت جاهزه اهي اهي زي ما انتم شايفين اهو. حاجه بسم الله ما شاء الله. اهو اهو كده احنا هنسيب العجينه بتاعتنا تخمر ونرجع لكم تاني ونفردها ونقول لكم هتاخد ايه تاني. وكده العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين قدامكم اهي، حاجه بسم الله ما شاء الله خمرت. هنبدا دلوقتي نشتغل فيها ونوريكم ازاي هنعمل السينامون بتاعنا اهو. هنجيب عصير دقيق خفيفه اهو عفر الرخامه بتاعتنا، طبعا احنا منضفينها اهو. هنحط العجينه بتاعتنا اهي. طبعا في خمران تاني، الخمران التاني ده لما نقطعها ونحطها في البايركس بتاعنا اهو. نعفرها شويه دقيق من هنا برضو وعندنا السكر البني بتاعنا يا جماعه اهو، وعندنا الزبده. هنحاول نرقها على قد ما نقدر، وفي اللف بتاعنا نلفها جامد، يعني ما تلفيش كده، يعني ما نلفش كده وخلاص، لا نبرمها عشان لما تخمر ما تكبرش معانا اكتر من اللازم. اهو شايفين العجينه بتاعتنا ولا بتلزق ولا بتعمل، يبقى كده العجينه بتاعتنا ناجحه باذن الله اهو. هنبدأ نجيب المردانة بتاعتنا برضو ايه تساعد معانا اكتر اهو. كده زي ما انتم شايفين فردنا العجينه بتاعتنا قدامكم اهي. هنبدا نحط الزبده بتاعتنا عليها وبعد كده اهو كده احنا فردنا الزبده بتاعتنا زي ما انتم شايفين قدامكم. فاضل عندنا السكر البني. هنفرد السكر البني بتاعنا كده اهو، نحط عليها كلها. لازم الزبده يا جماعه تغطي العجينه بتاعتنا كلها اهو. بسم الله. عجينة سهلة وبسيطة، الأطفال بيحبوها والكبار بيحبوها كمان أهو. وفي ناس عليها بتقول سينامون وفي ناس عليها بتقول سينابون، الاتنين سيان يعني. كده احنا هنعمل ايه؟ هنزود شوية قرفة اهو. نجيب شوية قرفة برضو ايه عشان تطعم معانا
تدينا اللون البني اللي احنا محتاجينه اهو. ولو ما عندكيش سكر بني ممكن تجيبي عسل اسود تحطيه مع السكر الابيض، بس ما تزوديش، يا دوبك اللي تلوني السكر بتاعك بس فقط لا غير. اهو زي ما انتم شايفين كده الحشو بتاعنا اصبح جاهز. في ناس بقى بتعمل لو انت حابه تظبطي الحشو بتاعك، بدل ما تحط سكر وقرفه ممكن تحط هوت دوج، وممكن تحط فراخ، ممكن تحط اي حاجه انت عايزاها وتلفيها نفس اللفه اللي انت هتشوفوها قدامك دي، وتسوي على كده. هنبدا دلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو اهو. خلي اللفه بتاعتك في الاول ضيقه عشان تقوليش هي رفيعه، هي هتخمر وهتزيد معاكي تاني اهو. اغسل ايديا بس عشان ايه ما تطلعش العجينه من جوه من بره. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. كده العجينه بتاعتنا اصبحت جاهزه. هنبدا نقفل اهو. اهو زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهي اهو. كده عملنا بايركس بتاعنا، دهناه زبده، وهنبدا دلوقتي نقطع الرز في البايركس اهو. زي ما انتم شايفين يا جماعه هقطع قدامكم اهو اهو. وهو ده الشكل اللي هنرص بيه البايركس بتاعنا. وبكده احنا قطعنا السينابون بتاعنا، هنسيبه بس يخمر وبعد كده ندخله الفرن. هنعمل الصوص معاكم وبعد كده نرجع نوريكم الشكل النهائي بتاعه بعد ما يطلع من الفرن، ونوريكم بعد ما خمر ودخل الفرن، وبعد ما يطلع من الفرن نوريكم الشكل النهائي بتاعه. ورجعنا لكم تاني بعد السينابون بتاعنا ما خمر. زي ما انتم شايفين هو ده الشكل بتاعه بعد ما خمر. يلا بينا ندخله الفرن، ولما يطلع من الفرن نوريكم الشكل بتاعه النهائي عامل ازاي. عبل ما نعمل الصوص بتاع السينابون معاكم، يلا بينا. كده يا جماعه هنعمل معاكم صوص السينابون اهو. هنحط معلقتين زبده كبار زي ما انتم شايفين، وهنحط عليهم معلقتين جبنه كيري اهو. كده حطينا معلقتين الزبده مع معلقتين الجبنه الكيري. هو في ناس بتاكل السينابون كده يا جماعه، وفي ناس بتعمل له الصوص اللي احنا هنعمله معاكم دلوقتي. هنحط سكر بودر اهو، كوبايه السكر اهي خلاص كلها. وبعد كده هننزل باللبن بتاعنا على حسب الحاجه اللي احنا محتاجينها اهو. الصوص بتاعنا لازم يبقى ليكويد اهو.
كده السينابون بتاعنا طلع من الفرن يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو، حاجه بسم الله ما شاء الله. كده عملنا الصوص اهو. زي ما انتم شايفين حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا في نهايه كل فيديو يا جماعه لا تنسونا في اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف ابراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى لقاء اخر ان شاء الله.